السلام عليكم. هذه هي الشوربه اللي طلبتوا مني نوجدها لكم بالمساخن. اللي بغى مرحبا والف مرحبا. دخلوا شوفوا طريقه التحضير الصحيه بزاف وكتجي بنينه، كتجي من ألذ ما يكون. يلا مرحبا بكم، دوزوا شوفوا طريقه التحضير والمكونات سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت، ولكن كتجي رائعه، كتجي بنينه بزاف. بالصحه والراحه. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. كيف ما طلبتوا مني بغيتوني نحط معكم الوصفه ديال الشعريه اللي بالمساخن. حطيتها غير في ستوري هكا في الشوت وطلبوها مني الناس، فاليوم على بركه الله غادي نوجدها معكم. غير هي اليوم غنوجدها بالشعريه ديال السفه ديال الكرم، ولكن هذه ما كتبغيش طياب بزاف. تبعوا معايا المراحل باش نوريكم طريقه الطياب ديالها باش ما طيبوهاش بزاف. المكونات بسيطه بزاف وما شاء الله كلشي عنده هادشي في الدار. اول حاجه هاد الوصفه كتبغي مطيشه، ولكن انا اليوم غندير فيها حبه مطيشه، ولكن غتشوفوني اشنو غادي نكمل باش غادي نكمل هاد المطيشه هذه. غير بحكم المطيشه غاليه وصافي، واخا طاحت شويه ما بقاش دايره 13 درهم صراحه الله. طاحت شويه، ولكن المهم بعدا حاليا باقا شويه. بالنسبه لي انا كنسميها باقا غاليه، مادام ما دارتش 3 دراهم و2 دراهم ونص كنقول راه المطيشه مازال غاليه. كيف ما كان الحال الحمد لله، الله يرزقنا ويرزقكم من واسع فضله. كنستعملوا مطيشه من طبيعه الحال. هادشي كلشي غيدوز في الهاشوار او الحكوكه حسب الرغبه، المهم هادشي كلشي غيدوز في الهاشوار. عندي القزبر والمعدنوس، وكنستعمل الكرافس. غير هي الكرافس عندي في المجمد، ما غاديش نجبدو دابا حتى نبغيه ونستعملو. ملي كان عندكم طري طحنوه مع هاد المكونات هادو، وكنخليو منه واحد شويه حتى من بعد ملي كنبغيو نقدموا الشعريه ديالتنا عاد كنحطوه. عندي الثومه طريه، ولكن كنستعمل الثومه يابسه من السما، كتجي خطيره، كتجي فنه. واحد السيده كتبت لي في التعليق ما تبقايش تقولي خطيره، راه خطيره شي حاجه اللي هي خايبه. فسمحوا لينا زعما على شي حاجه كتخرج لينا هكا من زعما عنده القصد، فكنقصدوا حنا بخطيره. هي زعما كتجي بنينه، كتجي لذيذه، كتجي فنه. المهم عندي بصله وحده. المهم هادشي كامل كيف ما قلت لكم غادي نقطعو ندوزو في الهاشوار ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا طريقه الطهي سهله. انا مغليه الماء من قبل. المهم هذه وصفه ديال الشتاء، ديال وقت البرد، كتسخن الجسم. وما نقولش لكم شحال كتجي بنينه، والله ما غاديش نبقى نشكر لكم، ولكن خاصكم ولا بد تجربوا. المهم هادشي علاش الهاشوار ديالنا ما كيخسرش لينا، وصافي كنقطعوها هكا مربعات صافي. وغادي نطحن كلشي ونرجع معكم باش تشوفوا ان شاء الله معايا التوابل وكلشي. خليكم معايا ما تمشيو فين، وما تنساوش لي اللايك، الله يحفظكم ليا. زوينين ديالي بعد ما طحنت الخليط ديالي هانتوما. هاد الوصفه هذه ما كتبغيش داكشي يبقى طروفه. يعني علاش قلت لكم انا كنطحنو في الهاشوار. كناخذ هكا كوكوط ولا طنجره على حسابكم نتوما، بسم الله على بركه الله. وكندير هذاك الخليط ديالي اللي طحنت فيه البصله والثومه والربيع صافي. وغادي نديرو هكا شويه ديال زويته. غنوريكم اشنو غادي نضيف هنايا دابا نيت في المكونات، ما نقطعش معكم نوريكم. بسم الله على بركه الله. غادي ندير زويته بلديه. الوصفه كطيب بحال هكا يعني بزويته بلديه. انا السمن ما بقاش عندي، كاينه عندي هاد القريعه هذه اللي بقى فيها هاد شويه هكا شاد هنا. غندير ليه شويه الماء غليان، وما غنديروش دابا حتى الاخر ملي نبغي نطفي على الشعريه ديالتي باش تبقى لي ديك النسمه ديال هذا ديال السمن وحتى ديال الكرافس ما غاديش نديرو دابا لانه عندي في المجمد. هادشي علاش غادي نحط هذه فوق البوطه ونرجع معكم تو سويت باش نوريكم المكونات. وهذه ما غاديش نديرها دابا، نوريها لكم من بعد. بسم الله على بركه الله. كتوجد دغيا هكا العشاء كنكونوا مزروبين ما كتعطلناش. بالنسبه للتوابل كنحتاج الملحه من طبيعه الحال. عندي المساخن هنا، درت واحد المعلقه هكا كبيره ديال المساخن. عندي البصله يابسه من السما، كتبقى اختياريه، كتجي بنينه هي والثومه يابسه. اللي عنده الثومه يابسه والبصله يابسه كنديرهم بجوج، ولكن دابا انا تقادت لي الثومه يابسه درت الثومه طريه. اللي عنده يديرهم بجوج. كنأكد لكم بانهم كيجيو من ألذ ما يكون. واخا ما ديروش البصله اللي هي طريه فما كاين مشكل، كتجي بنينه غير بهذوك التوابل هكاك، يعني غير الثومه يابسه والبصله يابسه. اليوم انا استعملتهم بجوج لان كتعجبني هاد النسمه، كتجي فنه. عندي الخرقوم البلدي، عندي شويه ديال الابزار، وعندي ورقه سيدنا موسى ضروريه، وعندي القزبر يابس، وشويه ديال التحميره مدخنه. اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش ماشي مشكل، هي كتعطي واحد اللذه ما شاء الله
صافي غادي ندوزو ان شاء الله نكملوا تتم التحضير. هانتوما هنا دابا من بعد ما تقلات ليا غادي ندير التوابل ديالي. بسم الله على بركه الله. غادي نضيف هنا مطيشه، اي نوع ديال الصلصه كتعجبكم. ممكن تستعملوا مطيشه الحك حتى هي كتجي فيها زوينه، حتى هي كتجي فيها فنه. صافي وغادي نمرق بالماء غليان، وهذا الشيء خصو يطيب واحد شويه ضروري، تغلى وتعاود عاد غادي ندوزو ان شاء الله للمرحله المواليه. هانتوما الزوينين ديالي هنا عبر 400 غرام. المهم نتوما كيبقى لكم على حسب نتوما شحال عدد الاشخاص في الدار. ممكن تستعملوا 300 غرام، ممكن تستعملوا 250، ممكن تستعملوا حتى نص كيلو الا كان عندكم الناس كثار في الدار. فانا هنا استعملت غير 400 غرام لان الشوربه ديال الشعريه اللي بغيت نصايبها بغيتها تكون خفيفه، ما تكونش عاقده بزاف، بين وبين كتجي رائعه جدا. دابا غادي ندوزو ان شاء الله نكملوا التتمه. صافي هنا من بعد ما كيطيب لي دوك المكونات غادي نزيد الكرافس. انا كندير واحد الكميه مهمه ديال الكرافس، اللي كيعجبو الكرافس بحالي ديال الكرافس. وغادي نشلل داك شويه ديال السمن لان السمن كنديرو في المرحله الاخرى وكنديرو في المرحله الاولى. انا حيت ما عنديش غنضطر نشلل غير هاد القريعه هادي باش تجيني نسمه ديال السمن. واللي عنده السمن يدير السمن كيف كنقول لكم راه كيتواتى بزاف. كناخذ الشعريه ديالي بسم الله على بركه الله وكنضيفها. وغادي نشوف، انا ما بغيتهاش تكون ثقيله، هنا غادي نزيد هاد شويه. ريحه الكرافس عطات تبارك الله مع ريحه المساخن ما نعاودش لكم. وهنا كنوجدوا معنا الماء اللي تيكون غليان باش الا احتاجينا نزيدوا الماء. حنا كنزيدوا الماء حيت حنا الشوربه خاصها تكون خفيفه. هنا غنوريكم شنو غادي نزيد حيت هذه دغيا كطيب في البلاصه كطيب. كنخلي شويه ديال الصلصه كنزيدها اولا مطيشه الحك كنزيدها في الاخر بالنسبه لهاد الشعريه لانها كطيب دغيا. داكشي علاش كنزيد هاد النوع هذا. كناخذها من بيم، هذه كتكون زوينه، هذه ما حامضه ما والو. وغادي نزيد شويه ديال الماء غليان. بغينا حنا الشوربه تكون خفيفه، يعني ضروري نوجدوا الماء يكون طايب حدانا. وانتم غتشوفوا بانها دغيا كتوجد هذه دغيا بالخف هكا. خصنا تكون ما تكونش ثقيله، كتجي خفيفه في الماكله ديالها. وما نقولش لكم على البنه كيفاش كتجي. صافي هنا كيف ما قلت لكم المرحله الاخرى كنزيدوا شويه د الكرافس طري. انا حيت عندي في المجمد راه كيف ما شرحت لكم من قبل كنزيد شويه ديال الصلصه وشويه ديال السمن. صافي هنا اللي تيبغي الزعتر بغى يدير شويه د الزعتر مرحبا، ان ما بغى صافي يكتفي غير بنسمه السمن وزيت البلديه وورقه سيدنا موسى ودوك المساخن والمكونات اللي درت معاكم. صافي هنا كطلع الغليه كتبان لكم كتغلي كتطفيو البوطه لان هاد الشعريه ماشي بحال الاخرى اللي هي تتكون تندوروا بها الحريره معروفه كتعطل في الطياب. صافي هادشي اللي كاين ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. نتوما الزوينين ديالي غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي كيفاش كتجي. بسم الله على بركه الله. شوف عرفتوا شحال جات بنينه ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله على بركه الله. هنايا راه واحد شويه شربت لي راكم عارفين مع التصوير، ولكن هانتوما بحال هكا خصها تكون بحال هكا. هانتوما بحال هكا كتشرب ما كتكالش هي يا ناشفه هكا. خصنا نقدموها بحال هكا بنينه ديال بصح. كنتمنى من الله انكم تجربوها وتردوا عليا الخبار. شي تعليق الله يحفظكم ليا والله يخطيكم بالصحه والراحه. السلام عليكم ونتلاقاو في فرصه قادمه بحول الله بالصحه والراحه. تستحق التجربه والله الا دير هذا البرد ما نقولش لكم عليها. بالصحه والراحه. السلام عليكم.